يبقى ال1000 جرام. افتكروا باكت البطاطس كام جرام وبيكلفنا كام؟ امبارح كان يوم الفرايز العالمي، فقررت ان احنا نعمل تجربه من التجارب اللي بنحبها. لفيت على اشهر البراندات اللي بتعمل بطاطس وجبت باكت بطاطس ميديم من كل واحد. احنا بقى عاوزين نعرف النهارده باكت البطاطس ده كام جرام في كل براند من البراندات دي، والكيلو منه، كيلو البطاطس يعني، هيكلفنا كام؟ كيلو بكام؟ فالنهارده معانا برجر كينج، كوك دور، كنتاكي، وماكدونالدز طبعا. خلينا نعمل لايك وشير، انا عارف ان انتوا بتحبوا التجارب دي. وخلينا نبدا باول واحد انا جبته، هو برجر كينج. باكت بطاطس ميديم ملح بس، جاي معاه كاتشب وعليه هنا برجر كينج ومنديل وباكت البطاطس نفسه. يعني عاوز اقول لكم انا قومت نفسي قد ايه عشان ما اكلش واحده، عشان المقارنه تبقى عادله. ميزاننا الجميل ماشي، برجر كينج بس كده. برجر كينج 74 جرام. باكت البطاطس عند برجر كينج ب 35 جنيه. 74 جرام ب 35 جنيه، لو عملنا معادله كده 74 ب 35 يبقى ال1000 جرام. كيلو الفرايز عند برجر كينج هيقف علينا ب 473 جنيه. يا نهار اسود. انا هنا مش بتكلم على كوست المحل او ايجار المحل او اي حاجه من المحل، ما هو لازم يكسب برضه، بس انا بشوف الكيلو هيكلفنا كام، لان كيلو الفرايز اللي هو فارم فرايز مثلا تقريبا دلوقتي وصل 40 جنيه تقريبا او 45 جنيه. مش مصدق الرقم بصراحه. ده شكل البطاطس عند برجر كينج، شكلها حلو، رفيعه. مع ان فيها من الصغير ده شويه نسبيا نظيفه، يعني مش وحشه بالمره. بقى المنافس الرسمي لبرجر كينج هو ماكدونالدز. الله، باكت مناديل، كاتشب، الفرايز نفسها. بطاطس ماكدونالدز يعني من البطاطس المميزه جدا اللي تعتبر ستاندرد شويه. باكت البطاطس الميديا في ماكدونالدز بقى ب 52 جنيه. 52 جنيه ايه؟ فخلينا طبق متصفر اهو. ماكدونالدز 108 جرام. حسبنا برضو نفس المعادله، هنلاقي ان كيلو البطاطس في ماكدونالدز هيقف عليك ب 482 جنيه. ايه الارقام دي؟ جمبري بقى هو ولا ايه؟ انا مش فاهم. ده شكل البطاطس في ماكدونالدز زي ما قلت لكم، ستاندرد، لونها حلو، فاتحه، مفيهاش زيت. مش عارف ليه حاسسها ناشفه شويه، بس مش هنركز في الطعم قوي لان الحاجات دي انا رحت لفيت وجبتهم، هي لسه سخنه نسبيا، يعني نفس تقريبا نسبه البطاطس الصغيره، بس حلوه لذيذه. ولقيت كيس كاتشب تاني في ماكدونالدز، جايب 2 كيس كاتشب. تالت واحد معانا وارخص واحد هو كوك دور. كوك دور ب 29 جنيه. الراجل حطهولي في الباكت ده اكتر باكت مميز شويه، اسد وبتاع، بس هو افتكرني جايبه الطفل لان انا طلبت باكت بطاطس بس. جايب ايه بقى؟ باكت بطاطس، 2 كاتشب، كيلو بطاطس هنا من البطاطس الملحمه دي، وانا بحب البطاطس دي اكتر، بتبين في طعم البطاطس كده. كوك دور في حبه في الكيس، بالرغم ان هو ارخص واحد لكن هو اكبر واحد. 148 جرام. 148 جرام يعني كيلو البطاطس في كوك دور ب 196 جنيه. هي البطاطس شاربه زيت كده سنه بسيطه، بسم الله. بس حلو، انا بحب البطاطس دي اكتر يعني، وانت بتاكلها جنب الساندوتش بالذات. اتبسطت بيها بصراحه. وكمان كوك دور عندهم الفريسكاس كده، بس انا يعني حبيت ان انا اجيب كل البطاطس ملح بس، يعني حتى مش بهارات عشان ما تقلش الوزن، يبقى كلهم زي بعض. البطاطس اللي بعد كده معانا هي كي اف سي، كنتاكي. جايب ايه بقى؟ باكيت البطاطس بص عامل ازاي، ده الوحيد اللي طالع منه كده عامل زي الورده. الراجل هناك محترم جدا، قال لي انا هجيبه لك سخنه، استناني كده 5 دقايق وهسوي لك بطاطس سخنه. 3 كاتشب، عاش يا ابني والله. في كمان بطاطس جوه. باكيت البطاطس الميديم في كنتاكي ب 32 جنيه. ماكدونالدز بيستهبل ليه كده؟ الدور الاول كنتاكي 130 جرام، بس هو شكله يعني اكتر واحد فيهم. 130 جرام يعني كيلو البطاطس في كنتاكي هيقف عليك ب 246 جنيه. هي البطاطس بس شكلها مزيت برضو سنه بسيطه كده، بس يعني هي نفس الفرايز العاديه اللي بتجيبها من اي سوبر ماركت. محطش عليها ملح تقريبا او ملحها قليل جدا، مفيهاش ملح اصلا يعني اصلا. قرمشت كده شويه. هي عامه بطاطس كنتاكي عشوائيه كده، ممكن تلاقيها حلوه جدا وساعات بتلاقيها يعني مش حلوه قوي. الغرض من الفيديو ده مش ان احنا نقول ان المحلات دي بتبيع لنا البطاطس غاليه جدا، لان ده فعلا اللي بيحصل، او ان هم بيكسبوا كتير جدا، لان ده برضه اللي بيحصل. الغرض منه ان انا بس حبيت اعرف يعني باكت البطاطس ده بالنسبه لك ايه. يعني ما بيتهيأليش ان انت عمرك فكرت فيها كده، هي كام جرام والكيلو بالظبط بيكلفك كام. لو انت جبت كيلو بطاطس مثلا من ماكدونالدز مثلا هيكلفك كام؟ مش متوقع بصراحه الارقام دي. يعني انا كان في بالي هيبقى ضعف مثلا او حاجه زي كده، بس مش 500 جنيه كيلو، يعني هو مش جمبري يا جماعه، ده بطاطس. فمن الارخص للاغلى كوك دور هيبقى ارخص واحد، ويليه كي اف سي، وبعد كده برجر كينج. واغلى فرايز موجوده في السوق هي ماكدونالدز.
الكيلو ب 482 جنيه. الثلاثه دول تقريبا كانوا فارم فرايز عاديه، لدرجه ان ماكدونالدز اصلا انا بشوفهم نازلين من فوق من المخزن بكرتونه فارم فرايز. الدور الوحيد اللي مختلف بطاطسه ملحمه شويه. فدي كانت تجربتي في يوم الفرايز العالمي. لو بتحبوا النوع ده من الفيديوهات يا ريت تعملوا لايك وشير، لان ده فعلا بيدعم الفيديو ان هو يتشاف. ما تنسوش لو حبيتوا تشتروا حاجه من على نون دخلوا البرومو كود دي تاخدوا خصم وتوصيل مجاني لحد بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.